السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. معاكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين. النهاردة بقى يا حلوين معانا فيديو مشتريات للقماش، وقماش الجوخ وقماش الايه قماش الخيام، لا مش خيامية يا ابني ده قماش الخيامية التاني عشان انا بتلخبط في اسمه وبنسى، اللي هو الخيش. ايوه الخيش ده. هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الاول بقماش الخيامية ده اللي هو النوع العادي خالص. طبعا دوت يا بنات انا كنت استخدمت منه، قصيت منه، فرغت منه مربعات، فرغت الاشكال اللي زي دي والنجمة اللي زي دي، وعملتها على المفرش بتاع رمضان، وكان شكله تحفة جدا. طبعا اكيد ان شاء الله قبل رمضان هنعمل برضو حاجات كتير حلوة ان شاء الله باذن الله. فده كده انا كنت جايبه منه حوالي متر وربع. طبعا جميل وقماشته حلوه، بس اللي هو دوت الخياميه العادي، لانه في الخياميه اللي هو اللي على ستان اللي هو ده بقى خطير. ده انا مستخدمتش منه حاجه لسه. بيبقى فيه اشكال كده بسنت ودياستي، وفي اللي هي الاشكال الكتابه العربيه دي، وفي الاشكال دي مش فاكره اسمه ايه، انا بحبه بس انا مش فاكره اسمه. وفي بقى بكر وبوجي وطمطم والاشكال الكرتونيه دي كلها. وفي برضو الاشكال دي هو عامه ينفع لاكتر من حاجه. ممكن ينفع لتابلوهات، ممكن ينفع يعني مثلا حاجه زي كده ممكن تتعمل تابلو، ممكن ينفع لخداديات، ممكن ينفع المفارش يبقى حلو قوي. بعدين خامته يا بنات حلوه جدا. ده اللي هو تحس ان هو ايه على ستان. ده كان المتر بتاعه كان اغلى من اللي هو الايه من القماش الخياميه العادي، لان القماش دوت تحس ان هو فيه داخل فيه بليستر كده اكتر. فده خطير يعني، يمكن ده اكتر نوع عجبني فيهم. طبعا يا بنات لو عايزين اي حاجه في الاسعار ممكن تسيبولي كومنت وانا اقول لكم، اشوف الفاتوره واقول لكم. وفي بقى ده اللي انا اصلا استخدمت منه برضو في المفرش، اللي هو فيه الاشكال الكرتونيه اللي هو ده بيبقى يا بنات عباره عن مربعات كده. ممكن بقى نعمل ايه، ممكن نقص المربعات دي نعملها تابلوهات، ممكن نقص المربعات دي نعملها خداديات، ممكن نستخدمها في المفرش الخيش اللي انا كنت عملته. بيستخدم بصراحه في كذا حاجه. هو بقى كله عباره عن كده يعني. هو المتر بتاعه او المتر ونص اللي انا جايباه، طبعا انت بتبقي ملتزمه بالرسمه. يعني مثلا لو انت عايزه متر بس اخر الرسمه متر وربع او متر ونص، فطبعا بتضطري تجيبي الايه المتر ونص او الاكتر. فبيبقى فيها الاشكال دي يا بنات، ممكن نستخدمها اكتر من استخدام. بصراحه اشكالها تحفه. وطبعا انا كنت مستخدمه شكل بوجي وطمطم، في اشكال تانية كتير. وكل ما كنت بقلب في التوب بتاع القماش كنت بلاقي اشكال تانية بقى غير دي. كان في تقريبا شكلين هم اللي ما جبتهمش، يعني يعتبر انا جبت كل الاشكال اللي في التوب ما عدا تقريبا شكلين بس. فده جميل قوي، ينفع للخداديات وينفع لاكتر من حاجه، والوانه تحفه جميله. هو طبعا مش زي اللي هو اللي على ستان ده. هو ده قماش تحس ان هو خشنه شويه وتقيله شويه عن ده. بس الاتنين حلوين وكل واحد فيهم ليه استخداماته. في كده اللي فاضل معانا هو القماش اللي هو الخيش. طبعا القماش الخيش ده كان زمان يعني نقدر نقول ما كانش له سعر اصلا، كان رخيص جدا جدا جدا. دلوقتي بسم الله ما شاء الله عشان بيتعمل بيه حاجات كتير قوي فبقى اغلى من زمان بكتير. طبعا انا لما جبت حوالي متر منه او متر وربع، مش فاكره كان بكام بصراحه، بس ممكن برضو ابقى اشوف واقول لكم لو حابين تعرفوا الاسعار.
جبت منه، استخدمت طبعا المفرش اللي انا استخدمته. بصراحة هو بيدخل في اعمال يدوية كتير وفي ديكورات كتير كمان، يعني ملاحظة بقالي مدة طويلة ان هو داخل بغض النظر عن المفارش والحاجات دي لا داخل كمان في الديكورات، وبتبقى ديكورات على فكرة غالية ومش رخيصة. جبت كمان الجوغ ده، جبت منه اللون الاسود واللون الابيض اللي انا بصور عليه. دوت كان المتر منه ب25، وطبعا كان في منه الوان تانية كتير جدا، انت بقى بتختاري الالوان اللي انت عايزاها كلها. فده كان فيديو للأقمشة بانواعها. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل بيهم اعمال كتير جدا. ممكن نعمل طبلات، ممكن نعمل مفارش، لسه بصراحه الافكار مش حاضره، اكيد هجهزها وهنيجي قبل رمضان هبتدي اصمم وهبتدي اعمل فيديوهات ان شاء الله باذن الله. فيا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عايزين تسالوا عن الاسعار او عن المكان او العنوان ممكن تسيبوا لي تعليق وانا هرد عليكم ان شاء الله. ما تنسوش طبعا يا بنات تعملوا لايك وشير وتفعلوا زر الجرس، تشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. كانت معكم ياسمين علي من قناة حكايات الياسمين.